بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر فيه المرأة أنها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رعيتها دول اللي هم زوجها وأبنائها، تهتم بيهم وبشؤونهم وتلبي طلباتهم واحتياجاتهم، تهتم بيهم وبصحتهم، برعاية للأبناء وتربية، لأن الرعاية تختلف طبعا عن التربية. تاخد بالها من أخلاقهم وتربيهم على الخلق القويم وعلى الدين وعلى الأخلاق والاحترام والتقدير. مسؤولية هي وكلت بيها من رب العالمين، وأكيد هي بتشوف فيها تعب ومجهود، وأكيد بتاخد عليها أجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، ولو أتقنت المسؤولية دي كويس جدا جدا تعدل الجهاد في سبيل الله. ولكن مع الأسف بنشوف بعض الأمهات، وليس كل طبعا، بترمي المسؤولية دي تماما، وبنلاقي إن الأبناء مظهرهم سيء جدا. البيت اللي هم عايشين فيه بيت سيء، مش نظيف، دايما متسخ، دايما ريحته مش كويسة. الأبناء دول دراستهم سيئة، درجاتهم متدنية، أخلاقهم طباعهم وبعض تصرفاتهم غير لائقة أبدا أبدا. مش هي دي التربية اللي أمرنا بيها الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فبنلاقي قدر كبير جدا جدا من الإهمال وعدم احترام وتقدير المسؤولية اللي وكلت ليها. الأم اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي ما عندهاش عذر، اللي هي مريضة مثلا فنقول هي مقصرة في البيت أو في حاجة معينة عشان هي مريضة، وندعو الله سبحانه وتعالى ليها إن هو يشفيها ونشوف حد يجي يساعدها. ولا هي مثلا حامل وتعبانة وتقيلة جدا في الحمل، ويعني مفيش عذر ليها غير إنها أم مهملة. مش شايفة ان هي المفروض تقوم بالواجب ده، شايفة ان هي ما كل واحد بقى يعتمد على نفسه ويعمل اللي هو عايزه. الاعتماد على النفس ما بيجيش بالطريقة دي نهائي. حديثنا اليوم من قوارير هنتكلم عن الأم المهملة. يا ترى مين هي الأم المهملة؟ ايه الأسباب اللي بتخليها أم مهملة أصلا؟ والأسباب والدوافع وكمان المظاهر. هل أي أم مثلا رحنا عندها البيت ولقينا مثلا الصالة مكركبة شوية أو أي حاجة خلاص حكمنا عليها إنها أم مهملة؟ وإزاي الأولاد يتعاملوا معاها؟ كل التفاصيل دي إن شاء الله هنعرفها مع ضيفتنا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ندى، أهلا وسهلا فيك في برنامجك المتميز قوارير. أهلا ومرحبا بحضرتك. الأم المهملة، أعطينا الأول تعريف للأم المهملة، مين هي؟ طيب، الأم المهملة هي الأم اللي ما عندها القدرة أنها تهتم بأبنائها من ناحية نفسية، من ناحية أكاديمية، من ناحية عقلية، من ناحية عاطفية، من جميع النواحي الخاصة بهم اللي تؤثر دائما على نموهم. مو بس الأم المهملة، يعني لما نقول كلمة أم مهملة مو بس مثلا في الأكل والشرب أو في الرعاية، لا لا لا، بالذات الاحتياجات العقلية والعاطفية والنفسية. فهذا الجانب مهم جدا في هذه الأمهات أو في تكوينهم للأبناء من خلال الأمهات. فالأم اللي ما تعطي احتياج أو ما تسد احتياج الأبناء في هذا الجانب هي أم مهملة جدا. تمام. طيب، لو هنتكلم عن أبرز مظاهر الأم المهملة، هل أي أم اللي هو الطبيعي في كل البيوت عندي حبة مواعين في الحوض، الصالة مكركبة شوية، في حبة غسيل مش متطبقين، رجعت من الشغل متأخرة، اتأخرت في الغداء، يعني في حبة حاجات كده مشتركة فيها كل البيوت. فهل ينفع نقول إن هي دي مهملة ولا لأ؟ في يعني صفات وتصرفات تانية خالص هي دي اللي تخلينا نقول عن الأم إنها مهملة. طيب، إذا اليوم ما قلنا إحنا على هذا الجانب اللي حضرتك ذكرتيه، معناها في مسألة الرعاية في إدارة المنزل، يعني معناها هذا إهمال في جانب المنزل وليس في جانب الأبناء. لكن مم. اليوم لما نيجي نبغى نتكلم عن الأم المهملة، معناها لازم نتكلم عن علاقة الأم بأبنائها وكيف نحن نوصفها. مم. فالأم المهملة بالنسبة لأبنائها ممكن يكون إهمالها لهم من خلال عدم تلبية احتياجاتهم العاطفية، فعندهم دائما جوع عاطفي،
أو إنه دايمًا عندهم شعور بعدم الأمان أو عندهم شعور بالوحدة، فهي ما بتجلس معاهم مثلًا تتكلم، تضمهم، تقبلهم، تمسح على راسهم، إمم، تتكلم معهم إمم، بصوت خافض، بكلمات إيجابية. فهذا الإهمال في هذا الجانب اللي دايمًا الأمهات فيه يصرخوا، هنا حيؤدي إنه مهملة في هذا الجانب العاطفي بالنسبة للأبناء. ممكن يكون إهمال الأم يجي في الجوانب اللي هو التوجيه والإرشاد، الأبناء يرتكبوا أخطاء حتى في البيت على مستوى البيت مثلا، يرموا ألعابهم في كل مكان فهي ما تهتم مثلا. نبدأ منذ الصغر، احنا دائما في التربية نحب نحن نتكلم الرحلة منذ الطفولة وليس لما يكبر، لأن لما يكبر هذه نتيجة. احنا اهم، بنشوف آثار ما نفعله منذ الصغر في الكبر. فلما آه، يكون الأطفال دائما يرموا ألعابهم وهم لا تخليهم يساعدوا ولا يشيلوا ولا شيء والبيت متكركب قايم قاعد، هنا لازم أفهم كيف شكل العلاقة اللي بين الأم وأبنائها. طيب، فممكن تيجي الأم تقول لك طول الوقت يرموا ألعابهم، طيب ما في مشكلة إنهم يرموا ألعابهم، طب أنت إيش قاعدة تسوي؟ هي إمم، تشيلها ممكن، طب هذا خطأ. أنت أيوه، اليوم ما بتعلميهم شيء، لا أنت قولي لهم، طب ما بيسمعوني مثلا، ده إهمال. ليش؟ لأنه ما عندها القدرة إنه تصبر وتطول بالها أثناء توجيههم وتعليمهم هذه المهارة اللي هو ترتيب الأشياء مثلا. إمم، فهنا في التوجيه والإرشاد ممكن الأمهات يصير عندهم إهمال، أو مثلا تشوف ولدها يرتكب خطأ، أو بعض الأطفال مثلا تشوفي لما يروح المدرسة مثلا يجيب أغراض ما هي أغراضهم، يعني خلينا نقول بمجازا يعني سرقة مثلا، سرقة، تعرف هذا آه، السلوك موجود في أولادها فتهمل. إمم، عارفة، فتقول لك هو الطفل ما في مشكلة أساسا، إيش اللي أخده كلها قلم رصاص كله قلم حبر، حاجة هي ورقة بسيطة، واحدة. إمم، أيوة تستصغر يعني، أو مثلا يكذب أو مثلا ينقل الكلام، يعني يكون زي الجاسوس مثلا يتجسس، عارفة. إمم، إمم، فتحمل التوجيه والإرشاد وتعليمه هذه الأشياء. زد على ذلك مثلا تعليمهم الآداب الإسلامية والصلوات والفرائض والشعائر الدينية، يعني مثلا إمم، إمم، تقول لك لما يكبر يتعلم، لما يكبر يعرف، هذا أيوه، إهمال. بكرة يكبر ويعرف لوحده، أيوة، وكمان ممكن في الناحية الاجتماعية، في الجانب الاجتماعي تطوير المهارات. ممكن أطفال ولا حتى الكبار، لا خلينا نقول أطفال صغار لما يتكلم بطريقة غير مهذبة مع الآخرين ما تثور ولا تستفز، يعني بالعكس لو جاء أحد خانق أبنائها تزعل. طب ليش إمم، تزعلي؟ ما أنت جالسة تمهدي لإيش أنت لما تسكتي؟ تقولي لك هو الطفل يعني، أنا هحط عقلي بعقل طفل مثلا صغير. إمم، هي إمم، تنظر دائما إنه دائما عندها مبرر لهذا الإهمال. ليش؟ لأنه السبب الحقيقي هو إنه ما أبغى أبذل جهد إمم. خلاص. أو مثلا تهملهم من جانب إنه إيش، خلي أبوهم كمان يربي معاي، أنا إيش دخلني يعني، هم أولادي بالضبط، لوحدي هو أنا مثلا، هاشيل فهذا كل المسؤولية لوحدي، فتبدأ تسيبها خالص وتهمل المسؤولية تمامًا، عشان الزوج مش بيشاركها في نعم. المسؤولية. نعم، وعندنا جانب كمان اللي هو الجانب الجسدي مثلًا، الأبناء ياكلوا من برّا طول الليل والنهار، أكل ضار، مش عارف إيش، ما في نظام إمم، للأكل، في أي إمم، وقت ياكلوا، في أي وقت يصحوا، في أي وقت يناموا، فيأثّر على صحتهم الجسدية فما تتدخّل. طَب ليش ما تقولي لهم ما يسمعوا الكلام؟ إمم، إنه هي يعني تتوقع إنه لازم من كُن فيكون هو الموضوع، فطبعًا إمم، يؤثّر هذا على جوانب كثيرة جدًا في حياتها وحياة أبنائها. وبعدين إحنا بنشوفه كنتيجة لمّا الأبناء يكبروا من خلال سلوكياتهم وردة فعلهم وقراراتهم، بنشوف كيف كان دور هذه الأم المهملة في الحياة. مع الأسف إمم، الشديد إنه النتائج أول من سوف يحصدها هي قبل إمم، الآخرين. بالضبط. طيب، خلّينا نتكلم عن الأسباب اللي بتجعل الأم مهملة بهذا الشكل، إيه هي الأسباب اللي تخلّيها كده؟ طيب، عندنا بعض الأمهات عندهم مشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق والتوتر وكثرة التفكير، اللي تخلي الأم ما عندها القدرة على السيطرة على عواطفها ومشاعرها أو عدم حضورها في اللحظة يعني. إمم، فدائما عندها هذه المشاكل النفسية اللي تحتاج ممكن علاج، ويمكن نحتاج فضفضة، يمكن نحتاج أي شيء. وممكن أسباب المشاكل النفسية تكون من داخل البيت، ممكن عدم وجود علاقة متزنة بينها وبين زوجها، فنتيجة العلاقة المضطربة هذه تظهر على شكل إهمال للأبناء. آه، ليش؟ لأنه إمم، هي مركزة في دي العلاقة فمهملة الأبناء بشكل كبير. يمكن إمم، بعض الأمهات عندهم ضغوطات كثيرة يعني جدا فيشعروا بالتعب والإرهاق، فهذا يؤدي بهم أنه يكون عندهم جانب إهمال كبير جدا. يعني ليش؟ لأنه
عندهم أدوار كثيرة ومسؤوليات كثيرة متشعبة، ومو محددة الأولويات في هذه المسؤوليات، مم. فيؤثر على الأم إنها تشعر دائما إنه مطلوب منها شيء. وكمان مم. المجتمع بيضغط على المرأة اليوم إنه أنت مطلوب منك تكوني 10 على 10 في كل هذه الجوانب، طبعا فتضطر طبعا. في الحلقة الأضعف إنه هي تهمل في مسألة رعاية الأبناء والقيام على شؤونهم حتى تؤدي الأدوار الأخرى بشكل جيد. مم. بعض الأحيان كمان يكون بعض الأمهات ما عندهم القدرة أو ما هم مستعدين إنهم يكونوا أمهات. يعني ممكن هذا شوية غريب، يعني كيف تكون الواحدة مستعدة؟ نعم، مم. الاستعداد إن أنا أكون أعرف حجم المسؤولية هذه وأتعلم كيف أتعامل مع هذه المسؤولية، مم. وكيف أستعين بالآخرين لمساعدتي لأداء هذا الدور المهم جدا. فعدم الاستعداد وعدم القدرة على التربية وأداء هذه المسؤوليات يؤدي بالأم إنه خلاص تعبت، تؤدي إلى الإهمال. خلاص تعبت مم. معناها إنه ندخل في مرحلة الإهمال. بعض مم. الأمهات عندهم يعني حالات من حالات الإدمان. ممكن يكون إدمان مخدرات، ممكن يكون إدمان مم. استخدام لازم الأجهزة نسأل الله مثلا، العفو السوشيال والعافية. ميديا، مم. الإدمان للراحة والرفاهية. مم. كمان في هذا السلوك، يعني إنه أنا ما أبغى أتعب خلاص، يعني هي جبت كانت الأبناء كفاية. مثلا مدللة في بيت أهلها، فما كانتش بتتحمل مسؤولية، فبالتالي لما اتحطت في المسؤولية مش قادرة إنها تقوم بيها على أكمل وجه. أو تفضل راحتها على أنها تجلس تتعب في هذه المسؤولية، إدمان الراحة. يعني ما تبغى تخرج مم. من منطقة الراحة والأميرة الملبى كل طلباتها وإلى آخره، مم. فمعناها التضحية غير وارد عند هذا المفهوم، مفهوم أضحي براحتي، بسعادتي، بهنائي، مم. بوقتي، مم. بعقلي، بجهدي لأبنائي. ليش أضحي؟ في النهاية هم حيكبروا ويتركوني، فبالتالي من بداية تبدأ تتركهم وتهملهم أسيبهم حتى بقى، تنتبه هما للحياة. كده كده أي هيسيبوني، فأنا أسيبهم من دلوقتي. نعم. كمان بعض الأحيان يكون عند الأم بعض المشاكل الصحية، يعني الجسدية، يؤثر مم. عليها في أداء أدوارها كأم مثلا، فتاخذ أدوية كثيرة، مثلا عندها مشاكل مم. في المفاصل، في القلب، في ممكن ضغط، ممكن مم. أي شيء مم. يؤثر على صحتها بس احنا الجسدية بما استثنينا ينعكس الجانب على المرضي نفسيتها. ده، لان احنا اي حد ليس على المريض حرج، فالجانب المرضي ده احنا استثنيناه، لان احنا ما نقدرش نلقي باللوم عليها، بل بالعكس احنا هنحاول نساعدها، هنحاول نشوف حد يساعدها في البيت، نقول للاولاد اصلا انتوا لازم تقفوا جنب ماما وتساعدوها وما الى ذلك. خلينا نحط جانب المرض ده على جنب، لان ما نقدرش ان احنا نتهم الام المريضه خصوصا ببعض الامراض المزمنه انها ام مهمله على الاطلاق. نعم صحيح. عندنا جانب مهم جدا انه بعض الامهات هم ما عندهم جانب اجتماعي، يعني ما في صديقات، ما تشارك صديقات في انشطتهم مثلا، ما عندها اخوات او عندها اخوات لكنها دائما تعزل نفسها عنهم. طيب ممكن معزوله اجتماعيا حتى انها تؤدي الواجبات الاجتماعيه، لانه اليوم المراه لما تؤدي الواجبات الاجتماعيه الواحد ينظر انه هي واجبات اجتماعيه تؤديها، لا، هذا امم. يضيف على المرأة جانب من الترفيه أو الترفيه عن نفسها وتخفيف الضغوط عليها. اه. فعدم وجود هذه الشبكة الاجتماعية يؤثر على الأم في إدارة شؤون حياتها أو امم. حتى تطوير مهاراتها في هذا الجانب، لأنه هي بالظبط. معزولة، فهي ما حتقدر تقارن نفسها بأي آخر. لكن لما تكون في شبكة من الصديقات مثلا، حتقارن نفسها هي كأم مع صديقتها التي هي أم أيضا، حتقول مثلا أنا ودي أكون زي صاحبتي هذه، أحس أنها هي أم مثلا أو امم. نموذج هي بتشوفه. يعني لأنه إحنا نقول الأمهات المهملات اليوم كمان ما حنقول عليهم إنه بس عوامل خارجية اللي أوجدتهم، لا، بعض الأحيان تيجي البنت من بيت أساسا هي تعرضت فيه الإهمال، فهي ما تعرف غير كذا، بالظبط. فعندها حالة من بالظبط. عدم الإشباع امم. لاحتياجاتها، أو عندها حالة من حالة الغضب، فهي امم. تفرغ كله في أبنائها. نسأل الله العفو والعافية، يعني هذه من يا رب، الأشياء اللهم العميقة امين. جدا يعني. امم. طيب، الابناء اللي بيتربوا مع ام مهمله ازاي يتعاملوا معاها؟ لان هم اكيد بيتعرضوا لبعض المواقف المحرجه بره، سواء بسبب مظهرهم، دراستهم، اخلاقياتهم. ازاي يتعاملوا معاها بشكل برضو لائق ومحترم؟ نحن هنا دائما حنيجي نقول القادر على التعامل مع الأمهات يعني بشكل جيد هم الكبار. الصغار ما حيقدروا يتعاملوا، لأنه الصغار برضو لهم احتياجاتهم، ما عندهم معرفة كيف التعامل معها، فتلاقي دائما الصغير هو منزوي. تمام. امم. لكن الكبير ايش نقول نحن؟ قدم يد المساعده، افهم هذا امم. حاله الاهمال، لا تلقي باللوم دائما. اذا اليوم انت صرت كبير، حاول انك تحتوي هذه الام
وتعتني وتقوم بما يجب أن تقوم به. كمل الناقص، لا تنتظر 100%. لا تقارن أمك اليوم بأم آخر، يعني إنه شوف أمي مهملة وأم فلان مثلا صاحبة مثلا أم صاحبتنا مثلا أو أصحابنا هي كذا. هذه المقارنات تكبر الفجوة في العلاقة. يعني تقبل أمك زي ما هي، خلاص هي كده. لو قدرت تقدم ليها مساعدة قدمها، ولكن بدون ما لا تلقي ليها اللوم أو التجريح أو تضايقها. نعم. وإحنا دائما نقول إيش، حاول تتفهم اللي قدامك. اليوم الأمهات محتاجين تفهم كبير جدا. يعني الأمهات اليوم محتاجين إنهم يشعروا إنهم مقبولات من أبنائهم، محبوبات بالرغم هذا الإهمال. مو معناها أن اليوم هي الأم مهملة معناها أن أولادها يظهروا النفور والكراهية لها، لا، إنما يظهروا بالعكس العطف والتعاطف معها حتى يغيروا هذا السلوك ويأخذوها في مستوى ثاني ويعرفوها باحتياجاتهم. إحنا دائما نقول أيها الأبناء، عرفوا باحتياجاتكم لأمهاتكم. لا تتوقعوا أن الأم حتعرف كل شيء. أنت اليوم إيش محتاج، لازم تقول لها إيش محتاج. أنا محتاج شوية حنان، محتاج شوية رعاية، محتاج شوية اهتمام، قول اطلبها. لما تطلبها راح تعرف ساعتها هل هي تعرف تعطيك إياها ولا ما تعرف. لو ما تعرف برضو عرفت أنت إيش محتاج، معناها حتبذل جهد. في النهاية الأم دائما تبغى تقدم شيء، لكن ربما بعض الأمهات يخونهم يعني الأسلوب فيقدموا الأشياء بطريقة خاطئة ويعتقدوا أنه هم على صواب. فدائما نصيحتنا أنه ترأف بحال الأمهات. طيب، دي نصيحة حضرتك للأبناء اللي أمهم مهملة. طيب، نصيحة حضرتك للأم المهملة نفسها تنصحيها بإيه وتقولي لها جزاء ده عند الله سبحانه وتعالى إيه؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فاليوم الرعاية مو معناها تطبخي وتنفخي وتمشي وانت تنظفي البيت، لا، احنا عندنا هتقدم الرعاية لأبنائك. تقديم الرعاية لأبنائك هذا واجبك انت شرعا، يعني فانت محاسبة عليها أمام الله سبحانه وتعالى. وكونك اليوم تكوني أم مهملة هذا لا يغفر لك وليس عذر لك أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك حتضيعيهم يعني. وتضييع الأبناء من أعظم الذنوب التي يعني ما أدري كيف نبغى نتعامل معها مع الله سبحانه وتعالى. يعني أيما راع يعني كان غاشا في معنى الحديث أن يغش رعيته أو ما يؤدي حق الله سبحانه وتعالى مات ميتة سيئة. فهنا تنتبه، لأنه عاقبة الإهمال دائما سيئة. لا تتكي على أنها أم وعندي أولادي وحيبروني، لا تتكي على هذه الأشياء كثيرا يعني. لأنه في النهاية أنت مسؤولة بنقل المفاهيم والأفكار الصحيحة والأفكار التي ترضي الله سبحانه وتعالى لأولادك. فإهمالك معناها غيب هذه الأفكار، حيتعاملوا بما هو موجود في الواقع. تمام جدا. بشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على وجود حضرتك معانا وعلى الطرح المميز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الأمهات فعلا على قدر من المسؤولية، أنهم فعلا يتقوا الله في رعيتهم ويكونوا مسؤولين مسؤولية كبيرة جدا، لأنهم هيحاسبوا أمام الله سبحانه وتعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.